آخر طريقة معانا وهي الcraft activities دي للأولاد أو البنات اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها حرفية شوية، يعني هُم بيحبوا حاجات اللي يعملوا فيها نشاط، بيحبوا الحاجات دي جدًا. عايزة أقول لكم أنا كمان باحب الحاجات دي والله، بتبقى في بقى المجال ده بقى مفتوح، يعني هُم شوفوا بيحبوا إيه وعلّموهم حاجته بالEnglish، يعني مثلًا هي لو بتحب حتى لو أدوات الطبخ عرّفيها الحاجات دي بالEnglish، عرّفيها مثلًا إن دي مثلًا اسمها pan، دي pot، دي knife، دي spoon. لو بتحب مثلًا الحاجات اللي هي إن هي تخيّط والكلام ده، علّميها أسامي كل حاجة بالEnglish، وهتلاقوا videos على ده كتير على اليوتيوب. في كمان مثلًا طريقة إن هو باشوفها جميلة جدًا إن هُم يركّبوا مثلًا puzzle سواء بالذات بقى ال3D اللي هُم بيركّبوا بقى بيت ب بطريقة الcrafting دي، يعني حتى عندي بيت جميل كده عايزة أبقى أصوره لكم في مرة. ممكن تعملوا معاهم الطريقة دي وهتلاقوا إن هُم بيتفاعلوا جدًا وشايفين الموضوع لعبة، فبالطريقة دي يتعلموا English من غير ما يحسوا إن إحنا عايزين نتعلم في درس بقى وهاتي ورقة وقلم واكتبي ورايا والطريقة التقليدية الكلام ده انتهى. إحنا بنحاول نحببه في اللغة علشان يبقى عايز يتعلم، هو اللي ييجي يقول لِك تعالي نعمل اللي إحنا مثلًا بنعمله، تعالي نعمل مثلًا البيت ده، نبني مثلًا بيت من الورق وتقعدي تعلميه إزاي يعمل النشاط، يعني مثلًا علميه إن دي معناها paste يعني إلزق، دي معناها مثلًا glue استخدم السمك إلزق. الحاجات دي كلها يعني واحدة واحدة ما تعملي معاه ده كذا نشاط هيتعلم كلمات كتير وتبني معاه جمل لحد ما إن شاء الله يستفيد. يعني أتمنى يكون الفيديو عجبكم، يعني خد منا مجهود طبعا عشان نجمع الطرق ونشوف حاجات مختلفة تناسب كل الأشخاص سواء بقى يعني parent مشغول فاضي، الطفل نفسه بيبقى يعني مش كل الأطفال زي بعض، في أطفال بتحب الحاجات التكنولوجية، في حاجات الحاجات الحرفية، يعني كل واحد ليه طريقته. وبس كده، أتمنى إن يكون عجبكم الفيديو. قولوا لي إيه أكتر طريقة عجبتكم واكتبوها لي تحت في التعليقات. Thank you guys so much for watching. Bye.